يا هنانا يا سعدنا، زيزو بن شرقي عندنا. أهلا بعودة الملوك، المارد الأحمر يعود امبارح ويسحق فاركو برباعية نظيفة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الحريف. امبارح المارد الأحمر كان بيلاعب فاركو أوجمانتين زيسرو ماكس. فاركو للأدوية. فاركو، أنا مش عارف إيه اللي جابكم تلعبوا في الدوري يا فاركو. خد الماتش كأنه حصة تدريبية، كسب 4-1. بدأ الحفلة شريف المخيف، محمد شريف بيحط رأسية عالمية. الهدف التاني جابه زيزو برضه برأسية من الشمال. الهدف التالت يرجع زيزو يحط بأسيست من بن شرقي. طبعا دي حرقة ناس معينة، ناس كده بتلبس أبيض بخطين حمر. ويجي يبقى الهدف الرابع بقى جراديشار عشان يبقى ختامها مسك، هدف عالمي على طريقة مارادونا. يلم الملعب كله، يلم الحارس يحطه شمال ويحطها له يمين. طبعا امبارح اللي عكنن على الأهلاوية هو طرد محمد ب10 لعيبة لحد آخر الماتش. وطبعا في هدف خامس جه تريزيجيه جابه بس ما اتحسبش لانه تسلل. الماتش ده كان معنوي للاهلي، لان بعد تعادل الاهلي مع مودرن سبورت في الجوله اللي فاتت كان عايز يصالح جماهيره امبارح، وقد كان كسب 4-1. انتوا السبب، انتوا اللي صحيتوا الاندرتيكر مش عارف ليه. انتوا عارفين الاهلي لما بيتعادل او يخسر ماتش بيكسب 5 6 ماتشات بعديها. والاهلي هيحافظ على الدوري ان شاء الله وهيكسب الدوري. خوسيه بالسين ريبيرو على رأي خلود الاهلاوية امبارح كان عايز يكسب الماتش ده عشان يثبت انه مدرب كويس ومدرب كفء. هو ريبيرو مدرب كويس ومدرب من المدرسة الأسبانية، وعارفين طبعا المدرسة الأسبانية دي بتطلع لعيبة ومدربين عالمية. بيب جوارديولا أسطورة السيتي اللي ألف طريقة تدريب وتسمى الفيلسوف، وهي طريقة التيكي تاكا، وهي الكورة من لمسة واحدة ما تتقطعش لحد ما يجيبوا جون. خوسيلو بيرو هيلعب بالطريقة دي مع الأهلي إن شاء الله، وهيلعب مع الأهلي لأن الطريقة دي إحنا محتاجينها في مصر، محتاجينها تدخل في مصر. وانا من زمان بقول ان طريقة التيكي تاكا دي لازم فرق كتير تلعب بيها لانها افضل طريقة للفوز وافضل طريقة لحسم الالقاب. الاهلي امبارح لعب من على الاطراف وكان بيفتح اللعب عن طريق الاطراف، تسببت في ثنائية لزيزو وشريف المخيف. طبعا ريبيرو بعد ما صالح جماهيره امبارح واثبت انه مدرب كفء، ده مش كفاية. هو عارف هو بيدرب مين، هو بيدرب أعظم نادي في الكون وأكبر نادي في الوطن العربي وهو النادي الأهلي. 12 دوري أبطال أفريقيا، 45 دوري. الأهلي إن شاء الله هيحافظ على الدوري السنة دي وهيكسب الدوري ال46، ويبقى فاضله 4 ويقفل 50 دوري ويحط النجمة ال5 على التيشيرت بتاعه. الأهلي نادي أسطوري، نادي عظيم، نادي كبير. إن شاء الله السنة دي هيكسب دوري أبطال أفريقيا، هيكسب الدوري المصري، هيكسب كاس مصر وكاس الرابطة. الأهلي السنة دي هيكسب السداسية إن شاء الله. أما بالنسبة لأخبار الكرة العالمية فالبريمير ليج امبارح كان نار. أول جولة ابتدت امبارح ليفربول يكسب بورنموث 4-2. الماتش ما كانش سهل خالص. ليفربول ابتدى التهديف وابتدى إيكيتيكي بهدف عالمي بيقول أنا هو أنا موجود، وصنع الهدف التاني وصلاح جاب الهدف الرابع. امبارح ليفربول بيقول أنا موجود. الله، ليفربول هيكسب الدوري السنة دي وهيحافظ على اللقب وهيكسب اللقب ال21 عشان يعدي الريد ديفلز المان يونايتد. ليفربول امبارح طلع الانجلاند لفوريا روخا، طلعت امبارح وكسب 4-2. وطبعا ما ننساش احتفالية صلاح امبارح على طريقة الراحل دييجو جوتا تكريما وتخليدا لذكراه. وامبارح اول ما دخلوا الماتش كانوا كلهم لابسين شارات سودا عشان يحيوا ذكرى دييجو جوتا. والجمهور امبارح رافعين بنرات ولافتات عليها صور جوتا وعليها رقم 20. نادي ليفربول حذروا مش هيتلبس تاني في ليفربول. امبارح اكيتيكي في تيشيرت 22، وطبعا التيشيرت ده ليه معزة خاصة عندي لان هو تيشيرت ابو تريكة، اسطورة الكرة المصرية واحد اساطير الكرة في الوطن العربي. اكيتيكي امبارح بيلم الملعب كله وبهدف برضه على طريقة مارادونا. الكرة بتخدمه اي نعم، بتخبط في المدافع وبترجعله وبيحطها على يمين الحارس بعد ما ينيمه شمال. لا، إيكيتيكي موهبة فرنسية. أتمنى من المدرب ديدي ديشوم يستعين بخبرات إيكيتيكي لأنه هو لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب عنده مهارات مع مبابي ومع كامافينجا وكولومواني وكومون. أتمنى ديدي ديشوم يستعين برايان شاركي برضه نجم مانشستر سيتي. رايان شاركي لاعب مهاري مع إيكيتيكي، ممكن فرنسا تبقى مرشحة إنها تكسب كأس العالم 2026.
اللي هيتلعب في أمريكا والمكسيك وكندا، في أمريكا الشمالية يعني، في ال NA، مونديال ال NA. شكرا ليفربول، شكرا للنادي الأهلي، شكرا لكل عشاق ليفربول، شكرا لكل عشاق النادي الأهلي. وما ننساش طبعا نبارك لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين امبارح بفوزه على النرويج امبارح بالنتيجة 46-26، ويحقق المركز الخامس بعد للأسف ما خسر من أسبانيا في دور الثمانية 31-29. وفي الآخر ما تنسوش تدعوا لغزة وفلسطين والإخواتنا هناك، وإن ربنا ينصرهم، اللهم نصرك الذي وعدت في القرآن الكريم. وشكرا، وأشوفكم الحلقة الجاية.